استمعنا لجافي قائد برشلونة في الجزء الأخير من هذه المباراة بعد عودته سعيدا من إصابة أبعدته لفترة طويلة لقرابة 6 أشهر. اتفقنا أنها مباراة فيها الكثير من المكاسب، لكن المكسب الأكبر هو الابتعاد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بالنسبة لبرشلونة عن غريمه التاريخي ريال مدريد بفارق وصل إلى 4 نقاط بعد وصول برشلونة بهذا الانتصار على إشبيلية إلى النقطة 70 في صدارة الترتيب بعد 28 مباراة لعبها كل من برشلونة وكذلك ريال مدريد في الليغا هذا العام بفارق مريح جدا بينه وبين أتلتيكو مدريد يصل إلى 13 نقطة، وفارق 9 نقاط بين ريال وأتلتيكو، فياريال، بيتيس، سيلتا فيغو، إسبانيول، سوسيداد، ختافي، بلباو، ثم نجد إشبيلية في المرتبة 14 مع التذكير بوجود إلتشي كأول فرق في منطقة الهبوط بفارق 5 نقاط فقط عن فريق إشبيلية، ثم ليفانتي وأيضا أوفيدو في منطقة الهبوط. فاصل قصير سنعود بعده الحديث عن أبرز ما حدث في هذه المباراة كما اتفقنا مع مكاسب كثيرة، واحدة من أهمها عودة جافي للعب مرة أخرى بعد إصابة طويلة بقميص برشلونة. ابقوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى. ذكركم بلقاء برشلونة المقبل على المستوى الأوروبي عندما يستضيف في كامب نو مع 62,000 متفرج وأكثر بقليل فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة الإياب بينهما في دور 16 بعد أن تعادلا ذهابا في سان جيمس بارك بهدف لمثل هذه المباراة. أذكركم هي مباراة مبكرة عند 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي اليوم نفسه عند 11 مساء يستضيف ليفربول في أنفيلد فريق جالاتاسراي، وقد تركنا ليفربول قبل قليل متقدم على توتنهام في أنفيلد في البريمير ليج بهدف دون مقابل. الآن إلى شريط الأهداف السبعة لمباراة كامب نو، مباراة جميلة فيها الكثير من الأهداف، الكثير من الفرص، وذكرنا الكثير من المكاسب لفريق برشلونة. بدون شك أنت ذكرتها محمد مع بداية الكلام، تعويض هزيمة الدور الأول وبنتيجة مضاعفة 5-2، العودة إلى فارق ال4 نقاط بينه وبين ريال مدريد، راحت كثير من اللاعبين واطمئنان على مستواهم للقاء نيوكاسل يونايتد المهم في الشامبيونز ليج، ثم عودة جافي بعد 5 شهور بالتمام والكمال، وشفنا اراخو بدون شرط القيادة. ضربات جزاء في أول 20 دقيقة بترجم رافينيا إلى أهداف عشان يضع فريق برشلونة في المقدمة، ثم أولمو اللي بيستعيد مستواه في الفترة الأخيرة وبيشارك كأساسي يسجل الهدف الثالث عشان يتقدم برشلونة بثلاثية، ولكن يتمكن فريق إشبيلية من تذليل الفارق قبل نهاية الشوط. نلاحظ ان إشبيلية بيسجل مع نهاية كل شوط عشان يتوجه الفريقان إلى